الفنانة بلقيس فتحي تثير ضجة عارمة، وهذا ما قالته. أثارت الفنانة اليمنية الإماراتية بلقيس فتحي جدلاً واسعاً بعد إعلانها عدم المشاركة في موسم الرياض هذا العام، ما تسبب في هجوم واسع من قبل نشطاء سعوديين ضدها. وجاء تصريحها الصادم خلال مؤتمر صحفي خاص بمهرجان موازين في المغرب، مما أدى إلى انقسام الآراء بين متابعيها. وأطلق نشطاء سعوديون حملة أديرة بليك إلى بلقيس لحظر حساباتها بسبب تصريحها، فيما دافع عنها نشطاء آخرون معتبرين أنها لم ترتكب أي خطأ. وفي وقت سابق شنت الفنانة اليمنية الأصل بلقيس فتحي هجوما على شركة روتانا بعدما قامت الأخيرة بحذف الميدلي الخاص بها. وأكدت بلقيس أن كافة أغانيها من إنتاجها الخاص، مشيرة إلى أنها تتعرض لمحاولات لقمعها فنياً. وفي بيان مطول نشرته على صفحتها الرسمية على موقع إكس، أوضحت بلقيس أن الميدلي الذي حذفته روتانا كان يحقق نجاحاً كبيراً وكان يتصدر الترند السعودي، لكن الشركة قامت بحذفه بسبب 3 أغاني من ألبومها مجنون وزي ما أنا، معتبرة أنها إنتاجها الخاص. وأضافت بلقيس أنها اضطرت للتنازل عن حقوق الألبومين المذكورين من أجل تسوية انتهاء التعاقد مع روتانا. وأشارت إلى أنها حاولت التواصل مع الشركة لإيجاد حل لإعادة نشر الميدلي، ولكن دون جدوى. وفي ختام بيانها شددت بلقيس على أهمية إعادة نشر الميدلي، مشيرة إلى أن فانزها قاموا بنشر الأغاني المحذوفة على مختلف التطبيقات، وأكدت على استمرارها في مسيرتها الفنية دون البحث عن تعاطف أو تقدير، مشيرة إلى أنها تستحق التقدير بنفسها في ظل محاولات لقمعها فنياً.